الا كنتي من الناس اللي مدمنه على الريلز غالبا ما غاديش تقدر تكمل هذا الفيديو حتى الاخر، وهذا بحد ذاته دليل على المصيبه. الا بغيتي تعرف علاش فحاول تصبر وتتفرج في الفيديو حتى يسالي. معاك تورفين، نبداو. إلا درنا إحصائية على أكثر حاجة الناس ولات مدمنة عليها في 2025، فراه ما غاديش نلقاو المخدرات هي الرقم واحد ولا حتى الشراب. الرقم واحد بدون شك غيكون هو المقاطع القصيرة، هي كيف ما سمعتي الريز اللي كنضحكوا بها واللي كنحاولوا نرتاحوا شوية ملي كنتفرجوا فيها، واللي كنبقاو نصيفطوها لبعضنا كل نهار في مواقع التواصل بلا توقف. ولكن الحقيقة ديال الريز والهدف منها ماشي هو الاستمتاع ديالك، الهدف الحقيقي ديالها هي تخليك إنسان فارغ والجودة ديال العقل ديالو منخفضة لأدنى درجة. الفيديوهات القصيرة كيسرقوا ليك الانتباه ديالك والوقت والتركيز وحتى الخاطر والصبر، وهادشي بلا شك انت غتكون ملاحظه في راسك. كاين العديد من الدراسات اللي غنخلي لك الرابط ديالها في الوصف كيثبتوا باللي الناس اللي كيتفرجوا بزاف في هاد المقاطع كيولي صعيب عليهم يقراو مقالات طويلة ولا حتى يتبعوا فيلم كيتعدى في المدة ديالو ربع ساعة. بمعنى آخر المخ كيولي متعود ينقز من حاجة لحاجة ومن شعور لشعور وماشي يستوعب بعمق. مثلا كتفرج فيديو على الرياضة، كتهبطنا اللي موراه كتلقاه كيهضر على الحب، واللي موراه كيهضر على الخيانة والحزن، واللي موراه على الدين واخر على الماكلة وانت غادي هكذا. انت كتبقى تنقز من شعور لشعور اخر بواحد السرعة اللي كبيرة بزاف. دماغك ملي كينتقل من الضحك للحزن للدهشة خلال دقائق قليلة فراه كيفقد الحساسية تجاه المشاعر الحقيقية. هادشي اللي كيخلي عندك صعوبة كبيرة في التفاعل العاطفي مع مواقف الحياة الواقعية، وايضا ضعف التعاطف مع الناس. الدماغ ديالك ملي كتبقى عليه بريلز مور ريلز فراه كتبزز عليه يعالج واحد مجموعة من المشاعر في وقت قصير بزاف، وهادشي اللي كيؤدي الى توتر نفسي وتقلبات مزاجية ما مفهوماش. وزيد عليه هذاك الشعور بالعيا والتسخسيخ بحال كنتي نهار كامل خدام. الريلزات هما السبب في الشعور ديالك بالقلق والاحساس باللا معنى، حيت كيخليوك تفقد التوازن النفسي والعاطفي ديالك. هادشي اللي كيخلي نص كبير من الناس موسوس وكيعاني من الانعزال العاطفي، حيت كيبقى يحس باللي حتى حاجة ما كتأثر فيه كيف ما كان مقبل، وهكذا كيبدا يتجنب المشاعر الحقيقية لأنها ثقيلة ومملة مقارنة بداكشي اللي كيشوف في التليفون. الريلز ماشي غير تسلية، راه فخ عقلي مدروس وكيتحول بسهولة لإدمان حقيقي، والتأثير ديالو أخطر من داكشي اللي انت كتخيل في راسك. هادشي علاش حاول تدير حدود بينك وبين هاد الخطورة وتنقص من عدد الريلزات اللي كتفرج، وإذا قدرتي تقطعهم في مرة فهادشي حسن ليك كتار. أما إذا بقيتي تتابع الريلزات فراه غيبقى ديما التركيز ديالك ضايع والذاكره ضعيفه وما كتقدر تعقل على والو، وديما كتحس بالملل والاكتئاب والنعاس مخربق فحال كتعيش غير بالنص ديال الطاقه، وهادشي اللي غيخليك غير متلوف وواقف في بلاصتك. والمشكله الكبيره هي ما غاديش تحس بهادشي، حيت الريلزات كيعطيوك وهم باللي انك داير شي حاجه والحياه ساهله. وقبل ما نساليو الفيديو وقبل ما نمشي دير في بالك باللي الريلزات راه ما كيتسالاوش، والبحث ديالك على المتعه راه ما كتسالاش. واذا ما قاومتيش نفسك فراه غتبقى طالع هوات في التطبيقات والمواقع حتى غتجبر راسك مشيتي. وملي كنقول لك مشيتي فراه كنقصد بها مشيتي بكل معنى الكلمه. هادشي علاش قطع الادمان ديالك بيديك احسن ما يقطعوه ليك هما وتلقى راسك فقدتي التوازن العقلي ديالك. هنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. اذا استفدتي منه ما تنساش معك داك لايك، واذا عجبك المحتوى ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلك اي جديد. وشكرا بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كان معكم تورفين، تهلاو.